على سلامتكم الناس الكل وصحة شربتكم. كمصطفى كمال النابلي عملها راه. أنا مصدق الحقيقة، معناها ضر كفاءة مش كان في الاقتصاد والمالية وبنك مركزي. ضر كفاءة كبيرة ياسر زاد في التآمر. أو كان القضاء عمل له قضية ثابتة عليه، أكيد هم الكل ثابت عليهم، معناها التهم اللي هو عام 2012 اتآمر على الإخشيدي عام 2023. أقسم بالله، والله العظيم لا صدقتها حتى كشري شفت الوثائق هيك موجودة. معناها الوثائق فيها أنه مصطفى كمال النابلي حاول الانقلاب عام 2012 على قيس سعيد عام 2023. معناها أنا اليوم نحب نتخاطب بكل ود، معناها وقلب كبير ومن غير حتى نية خايبة، مع الأستاذ مزيو والأساتذة المحامين وهيئة المحامين. معناها يظهر لي وقيت باش تعملوا فصل أو قانون يمنع القضاة هذوما من الترسيم في جدول المحاماة. هذوما عار أنه يوما ما يكون عندهم صفة محامي. يعني توانسة من وقت بورقيبة إلى يومنا هذا في انتظار معناها عدالة ربي عندهم المحامين. وقت اللي يظلمك القاضي ويظلمك البوليس وتظلمك الدنيا والحياة هذه تلتجئ للمحامي حامي عليك. معناها يلزم منع الناس هذوما وتهبطوا فيهم قائمة، الناس اللي تواطأت معناها ضد التوانسة وظلمتهم وعملت الفضايح في القضاء. هذايا يلزم فيهم قائمة ومنعهم من انهم يمارسوا يوما ما مهنة المحاماة ويرسموا معناها في جدول المحامين. رجاء أستاذ مزيو والسادة المحامين اللي في الهيئة، له تدخل في شأنكم ولا حد شيء. أما أنا تونسي وعندي الحق باش نخاطبكم بعد الظلم والقهر هذا الكل. يعني تشوفوا هذايا توا لسعد الشماخي، يهمنيش أنا في القضايا هذه التسريبات الأخلاقية، ربي يستر علينا وعليه وما يهمناش، لكن هذا قاضي معروف أولا بالرشوة والمحسوبية وعنده فضيحة كبيرة. يعني هذايا في قضية اليخت بتاع عماد الطرابلسي، عمل المحكمة وحده، يعني حتى عماد ربي يفرج عليه ويخلص وحده ما حضرش أصلا معناه، واعطاه براءة في قضية السرقة بتاع اليخت. يعني ومعروف قاضي مرتشي، يعني شيء غريب. يعني تو كيفاش مثلا يوما ما هذا يعني رئيس النقابة مثلا أيمن شتيبة الفاسد، هذا المتواطئ واللي هو وراه برشا ملفات بتاع ظلم وقهر، ولا حاتم بن ملوكة. يعني هذا زاد معناها طاح الفيجر على الكبار قال وهلا بالريحة الطيبة. يعني الملف هذا مثلا تاع التآمر تاع سي لسعد الشماخي تاع عماد الطرابلسي المتآمر الأكبر، هذا لسعد الشماخي الفاسد هذا. يا أخي الملف هذا اللي عمله حكيم الهمامي اللي هو رئيس فرقة الشرطة العدلية اللي هو تواويل، ما هو في الحبس على التآمر والتخابر وقضايا، يعني ما عنده حتى مصداقية. هو اللي عمل الملف هذايا بتاع التآمر معاه شكون؟ سي مكرم الجلاصي اللي هو وين؟ اللي هو في الحبس مسجون في الحبس على شنية؟ على تبييض الأموال والفساد. الملف شكون اللي عملوا الكل معناها، وعمل ختم البحث فيه ولفق كل شيء وعمل الطريزة نتاعو. سي هذا سمير الزوابي القاضي. هذا وين؟ ما هو هارب بتهمة التآمر والتخابر، يعني جاسوس متهم بالجاسوسية. ويجلس يلسعد الشماخي معناها وبقية القضاة يعني يتهموا في الناس، معناها حتى توصل الفضايح اليوم انه واحد عام 2012 تآمر على قيس سعيد عام 2023، هذوما يوليوا محامين من بعد معناها وترسموهم في جدول المحاماة. مش عيب؟
معناها وأولهم السيدة زوجة رئيس الجمهورية اللي نعرفوا معناها شنو الدور اللي تلعب فيه مع ليلى جفال اللي هي قاضية. هاك تشوف كيفاش متآمرة على القضاء، وزوجها اللي هو قاضي سابق مطرود في وقت بن علي، وبن علي وما حملوش على الرشوة والفساد. هذوما قضاة يوليوا محامين. معناها زميلاتكم معناها أمهات، مش على خاطرهم أمهات، مش على خاطرهم أمهات، لأنهم مظلومات. معناها زوز زميلات عندكم، سونيا الدهماني وعبير موسي، يعني شنو التهم نتاعهم؟ هي للبلاد على كلمة القضاء هذايا انتقم منكم، ودخلوا عليكم للهيئة نتاع المحامين، كسروا الباب وما احترموكمش. معناها ويزيد القضاء يخليهم في الحبس ويحاكم فيهم. معناها هذم قضاة واللي محامين. شنو تهمة عبير موسي زميلتكم؟ شنو التهمة؟ شنو اللي عملت؟ كل الإجراءات معناها الناس الكل تشهد أنه ما فيها حتى مخالفة لا للقانون ولا تهديد للدولة ولا حتى شيء، فقط لأنها هي كان مش أبرز واحدة، على الأقل من أبرز زوز منافسين ليه في الانتخابات الرئاسية، وكانت تعطيها 10 بلاش معروف. زميلتكم محامية اليوم اللي مرمدينها يسجلوا غدوة في يوليوا محامين. هيا السلام عليكم، وإن شاء الله نشوفكم بخير.